السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة هنعمل كده أكلة سهلة وسريعة ومغذية جدا جدا بالنسبة لأطفالنا، وكمان الصراحة بتأكل الأطفال والصغيرين. والأكلة دي يعني أول ما اتعلمنا السرقة اتعلمناها في الأكلة دي. دلوقتي هتعرفوها ايه هي. أنا دلوقتي عندي إيه بصلتين كده وسط، يا إما بصلية كبيرة يا إما بصل 2 بصل وسط. تمام كده قولوا تمام. وعندي خضرة غسلها كويس وحطها في المصفى، هي كانت بتتصفى. هشيل العروق وهاخد الورق بس، تمام، عشان العروق بيكون فيها المية، فانا مش عايزة عروق، انا عايزة بس الورق الاخضر بتاعها بس. تمام. دي يعني كام عود كده كزبرة، على كام عود شبت، على كام عود بقدونس. تمام. وهنحط ملح وهنحط كمون ونحط كزبرة ناشفة. تمام كده. دي البهارات بتاعتي. هضرب بقى كويس جدا البصل مع الخضرة دي لحد كده. تمام قولوا تمام. مش هطول عليكم ومش هنعمل لغز، يعني انا بعمل اكلة انا بعمل كفتة رز. تمام. بطريقة سهلة جدا هتعمليها في البيت من غير ما تحتاجي توديها للراجل يعملها لك في المكنة عنده ولا الكلام ده. احنا هنعملوها بالكبة بتاعتنا بطريقة سهلة وما فيهاش اي مشكلة خالص. تمام. جبت كده بقى حبة كزبرة. طبعا الأذان ده إقامة الفجر، أنا بسجل لكم والفجر بيأذن، بس هو أذن خلاص يعني جه الإقامة. دايما بسجل لكم في الوقت دوت لو هتلاحظوا، عشان بيبقى كله نايم بقى كده وهدوء، واعرف اسجل لكم من غير بس يا ولد وبس يا بنت، مع اني ما عنديش بنات يعني، بس من غير بس يا ولد. تمام. كده خلاص فرمت البصل وفرمت الكفتة. هبتدي بقى احط اللحمة بتاعتي فيها، افرمها الاول، وبعد كده انا عندي رز مطحون جاهز. طب انا ما عنديش رز مطحون جاهز، هنقي حبة رز وهغسلهم واسيبهم ينشفوا واطحنهم في المطحنة. سهلين جدا. وعلى فكرة الرز دوت انا جايباه بالغلط اساسا، قايله لكم قبل كده. عملت منه مرة، دي تاني مرة اعمل منه، يعني كان كيلو قسمته على مرتين. طيب نسيت اقول لكم، نص اللحمه بتاخد قد ايه رز؟ بتاخد نص رز، تطلع معاكم مظبوطه جدا. نص اللحمه نص رز. لو قللتوها هتلاقوها بتفك بينكم، ولو زودتوا هتلاقوها لا مش حلو. تمام. نص رز يعني قد ايه؟ يعني كوبايتين. اوكي. ده رز كنت انا اساسا شارياه على ان هو تقيل، عملت مره بيه قبل كده ودي تاني مره اعمل منه. تمام. وخلاص كده الكيلو خلص معايا. يعني انا لما اشتريته كنت مفكراه دقيق، يعني لقيته رز قلت حلو قوي ده، انا بموت في الكفته بتاعه الرز، فعملت نصه واتفضل عندي نص الرز ارميه. ده على فكره اللي شجعني ان انا اعمله في البيت يعني. عجنت بقى الخليط ورحت بقى انا اصبعه كده مع نفسي ورجعت تاني. تمام. هنا بقى هعمل طبعا هنعمل الصلصه اللي هنعمل فيها الكفته بتاعتنا. تمام. جبت حبه زيت. انا بعمل الكفته بالثوم مش بالبصل، يعني الصلصه بتاعتها بتكون بالثوم. حطيت معلقه ثوم بقى، حبه زيت هنحمر فيها معلقه ثوم كده. خلاص اول ما تصفر اروح نازله بالصلصه بتاعتي. دي الصلصه اهي. بس انا بقى لا انا هاخد حبه صلصه قبل ما احط البطاطس. استنى هقول لكم هعمل دلوقتي. بس كان الفيديو ده بقاله فتره على فكره، انا بسجل لكم بس يعني مش عاملاه مثلا امبارح ولا اول، لا بقاله فتره. بحمر بقى التومه كده في الزيت زي ما انتم شايفين. اول ما تصفر معايا اروح نازله بالصلصه. الصلصه دي بتكون طعمها حلو قوي. هاخد بقى حبه كده على جنب عشان انا ما بحبش البطاطس. هاخد حبه على جنب اعمله من غير بطاطس، تبقى كفته بالصلصه كده باكلها بالعيش بتكون فظيعه، وجنبها بقى حبه بطاطس محمرين فظيعه. انما بقى بالرز وكده لعيالي بقى عملت لهم بطاطس فيها عشان ياكلوها مع الرز مع الكفتين، لان هم طبعا اطفال فلازم بيبقوا عايزين رز، ما بيعرفوش ياكلوا برضو بعيش قد كده. تمام. حطيت بقى كيس الصلصه اللي انا مفرزاه معاكم
بصوا بقى هي خلاص كده انا عملتها وحطيت الملح وحطيت كل حاجه. هاخد حبه كده ليا هنا عشان احط فيه ايه الكفته بتاعتي اللي انا هاكلها بالعيش. والحبه اللي في الحله دي هقشر بطاطس وهنقطعها كده مكعبات صغنطوطه وهنحطها فيها. ومع الكفته برضه احط جواها كفته، بس انا بحب الكفته بقى ايه كده من غير بطاطس يعني. اهي بصوا مقطعه البطاطس كده ايه مكعبات كده صغنطوطه شويه، بس الشرايح بتاعتها رفيعه شويه لان عيالي ما بيحبهاش تخينه يعني. فعملتها ايه وسط كده زي ما انتم شايفين. هنزل بقى بالبطاطس قبل ما انزل بالكفته اساسا، لان الكفته عندي اللحمه مش جملي ولا حاجه ولا هتاخد سوا، هي مجرد ما هتتقلع هتتاكل هتاكليها كده هتلاقيها استوت اساسا. يعني ممكن اساسا ما تحتاجيش تحطيها في الصلصه من الاساس. فانا هخلي الاول البطاطس تستوي وبعد كده هنزل بالكفته بتاعتي. تمام كده. تمام كده بقى هعمل ايه هقلي كده خلاص خلصت من الصلصه. اروح هعمل الرز واقلي الكفته بس كده، وكده الاكل بتاعي هيكون خلص. مفيش اسهل من كده، انا كنت صبعت الكفته خلاص. كان فاضل بس ايه بقى ان انا اعمل الرز. حطيت معلقه سمنه وحبه زيت وهنعمل بقى حبه رز بالشعريه. ما هي الاكله الكفته دي لازم رز بالشعريه. الشعريه اتحمرت معايا اهو، رحت نزلت ايه بالرز وبغلي ميه في الكتل عشان الرز ما ياخدش معايا سوا. وهنزل ايه عليه اشوح الشعريه والرز كده بالسمنه، وبعد كده هنزل بالميه اللي انا غلياها في الكتل. طبعا هنحط حبه ملح طبعا. وما بحبش الرز يتعمل بالشوربه، انا بعمل الرز بالميه. حتى لو عندي شوربه وبعمل فراخ او لحمه او ايا كان والشوربه جنبي، ما بعرفش اعمل الرز ابدا بالشوربه، ما بحبش طعمه. نحط بقى الملح كده، بحط بالمعلقه لان دايما الرز بيطلع معايا عادب. لما بكب كده بحس ان انا كبيت رز ياما. كبيت رز ياما ايه كبيت ملح ياما، فاحس بعد كده ان الرز عادب. عشان كده ايه قلت لا احط بالمعلقه عشان ابقى عارفه انا حطيت قد ايه كبي مني قد ايه يعني. شوحت بقى الشعريه كده مع الرز مع الملح، وهنزل بقى ايه بالميه المغليه بتاعتي. الرز كده مش هياخد معايا اي وقت، عبال ما البطاطس تستوي هتكون الرز بتاعي استوى. الميه المغليه بقى هنزل بيها كده. انا معايره على فكره، يعني انا بحط في الكتل معيار الرز، يعني بحطه بالظبط. ببقى بحطه بالكوبايه كده واغلي الميه على قد المعيار. ما بعرفش اعمل الرز من غير معيار. مين بقى زي كده؟ طبعا المفروض ان انا يعني عادي هو بيغطي الرز وخلاص، بس انا بحب اعمله بالمعيار. بس كده خلصت اكلتنا. هوريكم بقى بعد ما اغرف. ادي الرز وادي البطاطس والكفته هي اللي جواها. وانا بقى هوريكم الطبق بتاعي ده. بقى الطبق بتاعي ده بحبه قوي. ودي كفته كده لسه فاضله، مرضتش احطها كلها عشان ما تتهريش يعني. وكنت عامله صوبيا وعامله عصير فراوله. بس كده. دي كده كانت اكلتنا النهارده. ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتعملوا شير، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.